اهلا يا رايق، تعرف ان في حجر موجود على الارض والحجر ده اصله مش من الارض اصلا ولا من الفضاء، وبيتقال ان هو من الجنة، وبيتقال انه لما نزل كان اشد بياضا من اللبن وسودته خطايا البني ادم، وهو الحجر الاسود. بعد ما خدت كل قبيلة نصيبها في بناء الكعبة واتبقى الحجر الاسود، فقالت كل قبيلة احنا اولى من غيرنا باننا نحط الحجر في مكانه، واشتد الخلاف بينهم. نحن من سيضع الحجر الأسود. بل نحن من سنضع الحجر الأسود. فدخل عليهم كبيرهم ابو امية بن المغيرة وجمع كبار القبائل وقال لهم اذا اختلفتم فلترضوا باول داخل عليكم، اول راجل يخش عليكم يحكم فيما بينكم. ووافقوا جميع القبائل على رايه. فدخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما راوه كبار قريش قالوا هذا الصادق الامين، رضينا بحكمه. دخل عليهم النبي وعرضوا عليه الخلاف اللي حصل ما بينهم، وقال لهم هاتوا رداء. ولما جابوا الرداء حمل النبي عليه افضل الصلاه والسلام الحجر وحطه على الرداء، وخلى كل قبيله من القبائل تشتغل طرف من رداء. مسكت كل قبيله طرف من رداء وحملوا الحجر وتوجهوا بيه لمكانه في الكعبه، ورضوا القبائل كلها ان اللي يحطه في مكانه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشالوا النبي وحطه في مكانه عشان يكون ده اخر قطعه واخر حجر من احجار الكعبه المشرفه.